ايه الصورة اللي قدامك دي؟ أحدث صورة تم التقاطها لكوكب نبتون من تلسكوب جيمس ويب، واللي تعتبر أوضح صورة للكوكب تم التقاطها من أكتر من 30 سنة. ستوب عندك، ايه الهبد اللي أنت عمال تقوله ده؟ كوكب نبتون لونه معروف، لونه ازرق. ايه ده؟ هو كوكب نبتون لونه ازرق فعلا؟ لونه ازرق. يعني ايه، ناسا طلعت بتشتغلنا؟ لا يا سيدي، ناسا مش بتشتغلنا ولا حاجه. وفعلا كوكب نبتون لونه ازرق في ترددات الضوء المرئي، وده نتيجه لوجود كميات كبيره جدا من غاز الميثان في غلافه الجوي. بس الصوره اللي التقطها التلسكوب دي باستخدام عدسات النير انفراريد كاميرا على ترددات قريبه من الاشعه تحت الحمراء، وعشان كده بيبان لونها محمر ومنور زي الكريستاله كده. امال ايه حكايه الحلقات دي؟ ومش كوكب زحل بس اللي ليه حلقات؟ احب اقول لك لا، الكوكب ده كمان ليه حلقات زي زحل بس اخف منه واصغر، وما كناش بنقدر نشوفها قبل كده بالعين المجرده، واخر نظره واضحه عليها كانت سنه 1989. خد عندك الانبهار ده، اول انبهار. شايف الكوره المنوره الضخمه دي؟ دي مش نجمه، ده القمر الضخم بتاع نبتون واللي اسمه ترايتون. ايه ده؟ هو مش ترايتون ده كحه؟ والله دمي خفيف. القمر ده سطحه بالكامل متغطي بالنيتروجين المتجمد والمضغوط، وعشان كده لونه ساطع وبيعكس حوالي 70% من ضوء الشمس الساقط عليه، ويبان كانه نجمه كبيره منوره في اعماق الفضاء. وعشان تكون عارف، مش ده القمر الوحيد لكوكب نبتون، كوكب نبتون ليه 6 اقمار تانيين، والصور المنوره في الخلفيه دي معظمها مجرات مش نجوم. لو ما كنتش تعرف، دوس لايك وفولو. لو حابب تعرف اكتر، خش خد لك لفه في الحلقات اللي فاتت.